الفيلم المفقود بواب العمارة، أول فيلم ناطق لعلي الكسار. علي الكسار اتولد سنة 1887 في السيدة زينب، اسمه الحقيقي علي خليل سالم، وخد اسمه الفني من اسم جده أبو والدته كان اسمها زينب علي الكسار. اشتغل في الأول سروجي مع والده وملقاش نفسه فيها، راح مع خاله اللي كان طباخ اشتغل معاه، وهناك اختلط بالنوبيين وأتقن لهجتهم وكلامهم، وعرف تفاصيل عن شخصياتهم، ومنها خرجت الشخصية اللي ابتكرها عثمان عبد الباسط اللي اشتهر بيها، وكانت بتنافس شخصية كشكش بيه بتاعت نجيب الريحاني، منافسة قوية. بداية علي الكسار الفنية سنة 1908 بفرقة دار التمثيل الزينبي في شارع المواردي، واللي كان بيملكها فؤاد السويسي تاجر قماش وكان شريكه. اشتغل في فرقة دار السلام في الحسين، انضم لفرقة جورج أبيض المسرحية، وتعرف هناك على الممثل والكاتب المسرحي أمين صدقي اللي كون معاه فرقة مسرحية، وبعد كده انفصلوا. علي الكسار كون فرقة باسمه وانضم لها الشيخ سلامة حجازي اللي كان بيلحن أغاني مسرحيات الفرقة، والفرقة نجحت نجاح كبير. سنة 1920 في بدايات السينما اشتغل فيلم قصير صامت اسمه الخالة الأمريكانية، اتكلمنا عنه في حلقة 9. سافر سنة 1934 بفرقته الشام يقدم هناك مسرحياته، ومر بأزمة أدت لإغلاق مسرحه في القاهرة بعد ما قدم أكتر من 160 مسرحية. في الوقت ده كان في مخرج إيطالي عايش في مصر اسمه ألكسندر فاركاش، عايز يخوض تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة، ولقى إن الأفلام الكوميدي انتشرت وبقى ليها سوق وبتبيع. اختار قصة كوميدية ورشح الكوميديان علي الكسار اللي كان بقى نجم مسرح واسمه بيبيع وله جمهور كبير. طبعا ألكسندر حسبها صح، وبالفعل اتفق مع علي الكسار على بطولة الفيلم اللي شارك في كتابته علي الكسار مع بديع خيري حسب المصادر. اختاروا بطلة الفيلم ممثلة جديدة ساعتها اسمها كوكا ابراهيم بلال، والدها كان ضابط من السودان ووالدتها مصرية، وبدأت حياتها العملية مساعد مونتير في استوديو مصر. اشتهرت باسم كوكا، من اشهر ادوارها دور عبلة في فيلم عنتر بن شداد، وكان اول فيلم ليها فيلم بواب العمارة موضوع الحلقة. وبرضه بدأت حياتها الفنية في المسرح مع فرقة رمسيس وفاطمة رشدي، لفتت الانظار. قصة الفيلم: عثمان بواب عمارة بتربطه قصة حب مع فلة الخدامة عند أسرة في العمارة بتتسرق عشان عثمان أهمل في حراستها فبيطرد. مستر جيمس الساري الأمريكاني بيختار عثمان من مكتب المخدماتي وبيقترح عليه يبدلوا شخصياتهم. عثمان يحل محل مستر جيمس في استقبال خطيبته ميس هوبكنز اللي جاية من أمريكا، واللي خطبها مستر جيمس بالمراسلة. لما بتيجي ميس هوبكنز بتقع في حب عثمان على أساس إنه مستر جيمس. فلة بتيجي تشتغل عند الخواجة، بتفاجأ بوضع عثمان الجديد، وفي الاخر الحقيقة بتبان، عثمان بيتجوز فلة ومستر جيمس بيتجوز ميس هوبكنز. فيلم بواب العمارة اتعرض في 9 مايو سنة 1935 في سينما الكوزموجراف الأمريكاني في اسكندرية، وفي 16 مايو سنة 35 في سينما ديانا بالاس. الفيلم نجح نجاح كبير وحقق إيرادات عالية. الفيلم اتكلف 1500 جنيه وحقق أرباح في السنة الأولى 22,000. طبعا ده كان رقم كبير ساعتها. تابعونا.